عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني من الفيديو اللي فات، أحلى متابعين وأحلى صحاب. إن شاء الله النهاردة هنعمل كباب الحلة بطريقة هتعجبكم. سهلة وبسيطة و يعني في الوقت الصعب واللي تلاقي نفسك مش فاضية، ده طريقة سهلة جدا وسريعة جدا، وجنبيها كمان رز بالكركم. هيعجبكم إن شاء الله. بس ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب لقناة هيبو كيتشن، واللي لسه ما يعرفنيش وأول مرة يشرفني في القناة ويشوفني، أنا اسمي هبة. وجودكم شرف على راسي وبيفرحني. بس قبل ما يبدأ أي فيديو زي ما اتعودنا هنسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. زي ما قلنا كده في أول الفيديو، إن شاء الله نعمل كباب حلة. كباب الحلة ده بطريقة سهلة قوي، وفي الوقت اللي انتي مش فاضية فيه او مكسلة او كنتي في مشوار وجيتي تعمليه بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة ومش بياخد منك وقت. طبعا هتجيبي كمية اللحمة اللي انتي عايزاها، بس يستحسن تقطعيها قطع صغيرة عشان تستوي معاكي بسرعة ومتاخدش معاكي وقت. اول حاجة هنجيب وok كده على النار، هنحط فيهم شوية زيت كده صغيرين مش كتير. هنكون جايبين كده مثلا واحدتين 3 بصل كده حلوين، نقطعهم جوليان زي ما انتم شايفين، حتت كده صغيرة. هننزل بعد طبعا ما الزيت يسخن والوك يبقى سخن جدا، انا عايزة الوك يبقى سخن قوي. هنبدأ ننزل بالبصل، يا دوب كده هندبله شوية زي ما انتم شايفين يا بنات. مجرد بس ما هيدبل، احنا مش عايزينه يغير لون، هنحط له شوية ملح بس عشان ايه، يدبل معانا بسرعة، عشان يساعد ان هو يدبل بسرعة. هننزل بعد كده بايه هقول لكم بقى. انت ممكن تعمليه بقى فلفل كوبي، بس ممكن فلفل الوان تنزلي معاه فلفل الوان، وممكن تحطي بهارات بقى. هقول لك بهاراتك، شوية ملح زي ما حطينا، وشوية سكر. ايه ده، هتحطي سكر؟ هيسوي اللحمة معانا بسرعة، وهتدي كده طعم طعم حلو كده، لا مالح ولا حادق، تحسي ان الاتنين مع بعض. بصي، وهننزل بكام فص توم كده برضو، مخرطينهم كده 3 4 فصوص توم، هنخرطهم برضو يا دوب تشمي ريحة التوم والبصل، تبدأي تنزلي باللحمة بتاعتك. مجرد ما تنزلي باللحمة بتاعتك تغير لونها، هنبدأ ننزل ببقية الخضار بتاعها. ايه الخضار اللي احنا هنحطوه؟ انا قلت لك هتحطي فلفل كوبي، ممكن تحطي جزر مبشور، ممكن تحطي كوسة مبشورة، طبعا في اضافات كده، بس هو الاساسي بتاعنا بصل وتوم و... وفلفل. عايز تحطي فلفل سبايسي ماشي. وبهاراتنا سهلة قوي وبسيطة قوي ومش كتير. شوية فلفل اسود، شوية ملح، مكعب مرق بيدي طعم. 7 بهارات هتحطي كده معلقتين حلوين صغيرين. بس كده، بس كده، هي دي بهارات: ملح وفلفل، واحدة ماجي، 7 بهارات، معلقتين كده صغيرين. عندك جوز الطيب عايزة تحطي اوكي، ما عندكيش او مش عايزة بلاش. وايه تاني يا بنات؟ وحطيت واحدتين ورق روري او ورق لورا زي ما بتسموه، شوفوا، او ورق غار، شوفوا انتوا بقى في انه بلد وبتسموه بايه. وممكن نحطي معلقة قرفة لو عايزة، برضو بتدي تكة حلوة، بتدي طعم حلو. وايه تاني؟ وهنجيب يا بنات، عارفين الصويا صوص؟ ان هنحط كده معلقة صويا صوص ومعلقة دبس رمان. مش عايزاهم بلاش، ما عندكيش مش مهم، يعني مش اساسي. ممكن تحطي معلقة عسل اسود بدل الصويا صوص ودبس الرمان. جربي كده، حطي معلقة عسل اسود لو انت ما عندكيش دبس الرمان ولا الصويا صوص. مش عايزة تحطي خالص برضو ما تحطيش، مفيش اي مشكلة. انا عندي دبس رمان وصويا صوص، فحطيت معلقة ومعلقة. بصوا يا بنات، كل ده بيتشوح، انت بتنزلي كل حاجة وتبدأي تشوحي. هتحطي ايه؟ الفلفل بقى، انا عندي فلفل اخضر وحطيت فلفل سبايسي. عايزة تستغني عن فلفل سبايسي مفيش اي مشاكل. وبرضه هحط لكم الطريقة في صندوق الوصف، بحيث ان اللي حابب يخش ويشوف ايه البهارات برضو تاني، وايه الخطوات، وايه اللي هنحطوه، هيبقى مكتوب عندكم. وهحط لهم قد ايه؟ ربع كوباية مية. تمام كده، تمام. هي دي كباب الحلة. شفتوا بقى سريع ازاي؟ بصوا، 10 دقايق كنا عملنا كباب الحلة. هنحطه كده على النار ونوطي عليه، اول ما يغلي غلوتين نبدأ نوطي عليه ونوطي النار عليه بقى. ليه يا بنات؟ عشان يستوي بقى براحته، ما نسيبوش على نار عالية، مجرد بس ما يغلي. هنعمل ايه جنبه؟ هناكل ايه؟ ممكن تاكليه بالعيش، ممكن برز ابيض. انا عملت بصراحة يعني غيرت كده، قلت لا، انا عايزه اعمل رز كده بالكركم
رز اصفر يعني، يدي طعم حلو ومختلف وشكل مختلف. هنجيب بصلايه صغيره كده يا دوب هنخرطها ونسيبوها برضو تتشوح شويه كده يا دوب تدبل. هنبدا ننزل بايه؟ هننزل بالكركم والرز بس كده، وحبه الملح اللي بنظبط بيهم الرز بتاعنا. هو ده بس، انا ما بحطش اي اضافات تانية. ممكن انتي تحطي لو عندك بزله وجزر اوكي ما فيش مشكله تحطي يدي طعم. بص انا بوريكم كباب الحله، شايفين انا موطيه عليه بقى وبيغلي براحته. ممكن تحطي ايه تاني يا بنات؟ زي ما قلت لكم ممكن جزر، ممكن بزله. انا استكفيت بكده بالرز بس والبهارات بتاعتنا. شايفين؟ واخدين بالكم انتوا؟ اهو يا دوب نزلت قد ايه؟ معلقتين كركم كده على قد ايه رز على كوبايتين رز، يعني كل معلقه كركم عليها مع كوبايه رز. بصوا هنقلبوه كده ونبدا نحط الميه بتاعته. طبعا الرز المصري كوبايه رز مصري عليها كوبايه ميه ومعلقه ملح صغيره، وهسيبه بقى يستوي. انا شفته في اقل من نص ساعه كانت الاكله كلها اتعملت، ما خدتش معاكي وقت واسرع كباب حله اتعمل. هو وحبة الرز ما خدوش معانا وقت خالص. مش هتقفي كتير في المطبخ، مش هقعدك طول النهار في المطبخ، لا بطريقة سهلة. انا بجيب لكم اسهل حاجة واسرع حاجة انك تعمليها، وفي فيديوهات بتبقى حاجات موفرة برضو. يا رب لو وصلش لغاية كده ولسه ما نزلتيش وحطيتش اللايك، حطي اللايك بتاعي وتعليق حلو منكم، عشان تعليقاتكم كلها بتفرحني وببقى مبسوطة بصراحة وانا بقراها. بصوا زي ما انتم شايفين، بصوا ادي اهو الكباب الحله خلاص. ممكن بقى ننزل دلوقتي. عشان هنزل بايه؟ بشويه بقدونس. ممكن تحطي شويه كزبره. مش عايزه برضو ما تحطيش. بصوا انا بقول لكم حطي او ما تحطيش، في حاجات اساسيه لازم تتحط وفي حاجات لا. بصوا شايفين الرز وجماله؟ بصوا الله 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 الله. بص الرزايه برزتها ما عجنتش لا، وحاجه كده ان شاء الله هتعجبك وهتعجب الولاد. انا بقى عملت ايه؟ حطيت اهو، عملت شويه طحينه. وعملت شيبسي كده جنبه، حمرت بطاطس شيبسي. بصوا يا بنات شايفين اللحمه استوت ازاي؟ آه وحطيت كده حبه على الرز مع شويه الطحينه، حطيت صوص طحينه بطريقه حلوه كده، وان شاء الله هيعجبكم. لو عجبكم تقولوا لي تحت في التعليقات لو عملتوه. يا رب يكون الفيديو عجبكم وطريقتي عجبتكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفات تانية. بس يلا بقى بينا على المعلومة على الماشي اللي اتعودنا عليها في كل اخر فيديو نقولها. معلوماتنا النهاردة عن ورق الغار أو ورق اللوري أو اللورة زي ما بتقولوا في البلد بتاعتكم. فوائد ورق الغار إيه؟ بيحسن الهضم، بيحافظ على صحة البشرة والشعر، بيحمي القلب كمان، وبيقي من مرض السرطان، وبيساعد على التخسيس وإنقاذ الوزن. الورق الغار ده مفيد جدا. يا ريت كلنا نستعملوه في أكلنا. وفعلا فوائده كتيرة قوي قوي لا تعد ولا تحصى. ان شاء الله اشوفكم في معلومة جديدة في فيديو جديد. اشوفكم على خير. مع السلامة. سلام.